مهما كان شغلك غريب فمش هيكون أغرب من الوظائف دي، لأنها أغرب وظائف في العالم. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. الوظيفة الأولى في كوكب اليابان الشقيق، ودي بصراحة وظيفة حنينة حبتين، لأن الرجالة هناك بتأجر ناس يمسحوا دموع ستاتهم لما يزعلوا منهم ويعيطوا بسببهم. مش انت اللي لو افتكرتها تجيب لها دبدوب أحمر بس في الفالنتاين؟ دبدوبي أنكل. ومن العياط والشحتفة للراحة والأنتخة. رح صح. الوظيفة دي بقى للناس الرايقة اللي بيقدروا النوم والراحة. يا حرامي. ايه ده؟ التليفون فين؟ يا نهار اسود ومنيل. الو يا مستر عوني. الو، انت فين يا اكرم؟ انا في الشارع في التجمع. اهو حتى صوت العربيات اهو. ولو انت واحد منهم واتخنقت من الصحيان بدري في عز التلج، او تسيب تكييفك وسريرك وتنزل في عز الفرهدة، فحب اقولك ان الكلام ده مش موجود خالص في الوظيفة دي، لان مش مطلوب منك غير انك تنام على سرير شيفت كامل من 10 ل6، 8 ساعات. الشغل شغل. وده اللي حصل مع رويزن ماديكان، ودي كانت بتدرس في جامعة بريمنجهام واشتغلت في محل بيبيع سراير، وكل شغلتها زي ما قلت لك تريح لها على السرير شيفت كامل 8 ساعات. ومش بس كده، دي رويزن في النومة دي بتاخد لها 1000 يورو. يا ابن المحظوظة يا فوزي. الوظيفة التالتة بقى كلها زحاليق. لا، مش انك تزحلق حد او حد يزحلقك من الشغل، قصدي زحاليق بجد، لان كل اللي مطلوب منك هو السفر لكل اماكن الالعاب اللي موجودة في العالم، وده علشان وظيفة مهمة قوي، وهي انك تجرب كل الزحاليق المائية اللي موجودة في العالم. ومطلوب منك اثناء الزحلقة دي ان انت تتأكد من جودتها وارتفاعها وسرعتها، وهل كمية المية مناسبة ولا لا، وهل كمان ممتعة ولا لا. دي حاجة مهمة جدا. بص، من الآخر اعتبر نفسك دوبي اللي في دريم بارك. دوبي تعالى بينا يلا. أما الوظيفة الجاية هتشتغل فيها خبير جودة في شركة عطور قد الدنيا، بس الخبرة دي ليها ريحة شوية، لأن كل اللي مطلوب منك في الوظيفة دي إنك تشم تحت باط المتطوعين اللي جايين يجربوا عليهم تأثير مزيل العرق الجديد. وطبعا بقى أنت وحظك في جودة المنتج. انت بتعملي ايه يا ست الناس؟ انا كده احب ابخ كل شويه عشان العنكبوت ما يمسكش في الشراشيب. وقول لي بقى، شايف نفسك فين ياض كمان 5 سنين؟ شايف نفسي مكانك يا معلم. عارف يا درويش، اصعب حاجه قتل الناس. تحب تشتغل في أنهي وظيفة من دول؟ وإيه أكتر شغلانة استغربتها بالنسبة لك؟ اكتبولي في الكومنتات.